عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ صباحكم زي الفل ونهاركم زي اللبن. النهارده ان شاء الله هنعمل بيتزا مع بعضينا. معانا من الدقيق 2 كيلو، معانا معلقة خميرة كبيرة، معلقتين سكر، ربع معلقة ملح، كوباية زيت، كوباية القهوة ماشي، ومية دافية. احنا مبسطين كل حاجة. انا عملت البيتزا كذا مرة قبل كده، بس انا عاملاها لحبايبي اللي داخلين جداد معايا اللي ما شافوهاش، وبتشكر للتعليقات الجميلة واللايكات الجميلة. ربنا يخليكم يا رب، ايه نعمة في حياتي، ويجعلكم كده سبب في نجاح القناة بتاعتي ان شاء الله يا رب العالمين. احنا معانا المية الدافية دي ممكن نستبدلها بلبن، بس انا قلت ميه دافيه بحيث ان اللي يعني موضوع اللي ما يوسعش الامور، وتبقى الميزانيه ايه واسعه عليه. بس الميه بتعمل نفس النتيجه بتاعت اللبن، مفيش اختلاف. هو بس زياده ايه؟ زياده غذاء اللقمه. واحنا كده كده بنحط حاجات كتيره على العجينه، وبنحط لها حاجات كتير. بنحط لها زيتون، وبنحط لها فراخ، او بنحط لها بتاع سجق. بتحطي اللي انت عاوزاه، بتحطي قطع الحاجه اللي انت عاوزاها تعمليها على البيتزا. ومعانا كوبايه زيت ديت مش اختياري، دي اكيد. تمام كده، ورشه الملح والسكر والخميره. هو فقط لا غير. الميه دي ممكن لو حبيتي تستبدليها بلبن، او ممكن تستبدلي الميه بدل اللبن، ولو عايزه تحطي معلقتين لبن بودره. تمام كده. انا بس طولت عليكم في المقدمه عشان بفهم بس اللي عايز يحط لبن يحط بدل الميه، واللي عاوز يحط لبن بودره معاها عادي، ما يجراش اي حاجه. اللي عاوز يطعم الدقيق باي منكهات هو حاببها عادي برضه. تمام كده. بيتعروا بابيك يا صوتي طالع علينا. هنجيب بقى ايه الدقيق على جنب. بسم الله. لازم لو جايبه الدقيق دوت الفاخر لازم تنخلي الدقيق، مهم جدا. بسم الله. مهم جدا نخل الدقيق. هنخل الدقيق عقبال ما بتاع بيك يعني اللي جه وانا بصور ده والصوت عالي تحت، صوته طالع في الفيديو. هنخل الدقيق لحد ما ايه، ما هو يمشي والدقيق يكون اتنخل، وارجع لكم تاني. استنوا كده. نخلنا الدقيق. نخل الدقيق مهم جدا. الدقيق اللي عندك اشتغلي بيه، والدقيق اللي بتحبيه جيبيه، ما تتأيديش بالدقيق اللي انا جبته. والدقيق كده كده بننزل نجيب الدقيق الموجود في السوبر ماركت، فاي دقيق اشتغلي بيه. ما تربطيش نفسك بدقيق معين. تمام كده. كده بتاع ربابيك يا ماشي. بقى نشتغل بايه؟ بروقان. معلقه الخميره، ركزوا بس للمقادير. هناخد ربع معلقه ملح كده. هناخد معلقتين من السكر. شيل الكلكوعه دي كده. حاجات الجافه هنقلبها مع بعض كده كده. هنعجن بايدينا وهقلب بايدينا. بسم الله. الناس الجميله بقى اللي بتخش لي، يعني انا يعني بطلب منكم تدوسوا على علامه الزائد مع علامه القلب كده، وتشتركوا في القناه. انا عايزاك تدوسوا، قصدي لايك. انا اتلخبطت. علامه الزائد انا افتكرت ان هي بتاعت التيك توك. تدوسوا كده على القلب، وتعملوا لي مشاركه للقناه، وتشتركوا في القناه بقى معايا عشان كل ما اعمل فيديو جديد يوصل لكم الاشعار بتاعه. تمام كده. بسم الله. هننزل بقى بالزيت. احنا حاطين مقدارين 2 كيلو دي، يعني الزيت ده لو انت بتعملي كيلو هتحطي دي نصها. تمام كده. وهتحطي من السكر معلقه بدل المعلقتين، والخميره هتحطي معلقه صغيره، والملح هتحطي ربع معلقه ملح. تمام كده. وهنحط الميه الدافيه، وهنعجن بقى بايدينا كده. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
هنضيف الميه حبه حبه. صلوا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. هجيب بقى ميه دي تاني عشان الميه دي ما قضتش، وهقول لكم خدت قد ايه ميه. طب برضو مش عايزاكم ترتبطوا بالميه اللي انا بحطها عشان الدقيق بيختلف، دقيق من دقيق بيختلف، ماشي؟ فانا هديكوا قوام العجينه في الاخر ان هي توصل للقوام ده، لكن الميه مش هديكم مقدار ليها. هزود بقى ميه تاني عشان العجينه كده عايزه ميه تاني، وهنعجن العجينه وارجع لكم اوريها لكم. استنوني. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله العجينه لمت وبقت جميله جدا. اولا سابت من الطبق، شايفين الطبق؟ بصوا العجينه شايفين عامله ازاي؟ سابت من ايدي اهي. بصوا شايفين؟ بصوا العجينه دي بقى كده هتساب ساعه تخمر، ونقطعها ونشكلها. عقبال ما تخمر يكون احنا حضرنا الحاجه بتاعتها اللي هتتحط عليها. تمام كده؟ البيتزا مش متقيده بحاجات معينه، لا، اللي عايزاه تحطيها عليها. بتتعمل بالتونه، بتتعمل بالفراخ، باللحمه، بالسجق، بالسوسيس، بجبن، اللي انت عايزاه اعملي بيها، اللي انت بتحبيه اعملي بيها، واللي عندك كله في مقدرتك. اولا انا مش بديكم مقدار ميه، بس انا بعرفكم دي خد قد ايه. شايفين الكوبايه الليمونيا دي؟ الكوبايه دي كانت مليانه اول مره، تاني مره مليتها فوضت دول، يعني خدت 3/4 وكوبايه مليانه. تمام؟ وما بقولكوش حطوا المقدار الميه ده على 2 كيلو، لا، الدقيق بيفرق زي ما بقول لكم. انتوا توصلوا شايفين؟ توصلوا لدي، ولا هي طريه قوي ولا هي ناشفه بقى يابسه قوي، هي مظبوطه كده للبيتزا. هتتركن تخمر ونحضر الحاجه. استنوني. ورجعنا لكم تاني اوريكم العجينه دلوقتي خمرت، بقت جميله جدا. اوريها لكم. انا مغطياها. معايا الحشوه بتاعت البيتزا، معايا جبنه موزاريلا، جبنه رومي، معايا زيتون نوعين اخضر واسود، معايا سلامي، معايا جبنه شيدر، معايا كاتشب. انا كنت بعمل الكاتشب على ايدي وهقول لكم الطريقه، بس يعني ربنا رزقنا ايه بالكاتشب جاب مع الحاجه، فخلاص مش هعمل الكاتشب اللي انا بعمله على ايدي. يعني الولاد لما نزلوا جابوا الطلبات اشتروه معايا، بس انا بعملها على ايدي وهقول لكم الطريقه عشان لو عايزين حاجات اقتصاديه ما تصرفوش كتير. انا كنت بعمل البيتزا بكذا طعم، بس النهارده برضو بسبب الاسعار الغاليه كنت بعملها بالفراخ واعمل باللحمه واعمل بالسوسيس وبالسجق والكلام ده، بس النهارده هنعملها بوصفه يعني السوسيس ده ومعاه سلامي وجبن. اللي عاوز باي طعم عاجبه اعمله بيه. طبعا دوت بيجي اعدان طويله كده وبيتخرط طرنشات بالطريقه دي. طبعا انتوا عارفينه السوسيس، تمام؟ والسوسيس المدخن يعني ممكن تحطيه تفرشيه على البيتزايه بالطريقه دي كده وتاخد سوا النار. صحي جدا وجميل وحاجه نظيفه. مش حاجات من اللي هي يعني ده نظيف، انا واثقه فيه وبجيبه. طبعا السلامي لا غنى عنه، حاجه برضو نظيفه جدا. ومعانا الجبنه الشيدر زي ما قلت لكم، والجبنه الرومي اللي مبشوره، وجبنه موزاريلا والزيتون. وطريقه الكاتشب بقى هعمل لكم ايه: فصين توم تصفروهم كده ما تخليهمش يحمروا، وتكوني عصره الطماطم وتكوني صفيها من التفل وحاطه لها معلقه سكر وتسيبيها على النار تستوي، وشويه ملح فلفل صغيرين وتسيبيها تستوي وتتسبك. ومعلقه السكر ديت بتخليها زي الاحلى من الكاتشب والله العظيم. انا على طول بعملها، بس انا اول مره ان شاء الله النهارده هجرب دوت وهعمل بيه. بس انا كل مره بعمل الكاتشب بعملها في البيت. تمام كده؟ اوريكم بقى العجينه. بسم الله.
نغطيها عشان تخمر. عندك فتة المطبخ نضيفة كده. وطبعا دي الأكياس اللي هي بتاعت الدقيق، استخدمتها فتحتها كده واستخدمتها غطيت بيها العجينة. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين؟ اللهم صل على النبي. زادت وبقت زي الفل. شايفين العجينة عاملة ازاي؟ هنقسمها بقى. طبعا البيتزا تعملي المقاس اللي يعجبك على قد الصواني اللي عندك، تعملي المقاسات اللي انت عاوزاها. انا طبعا دلوقتي حاجتي جاهزه، مفيش حاجه تتعمل على النار، ولا قطع فراخ تتعمل على النار، ولا لحمه تتعصج، ولا اي حاجه. الحاجات كلها جاهزه. انا بس يا دوبك هدهن الصواني دهنه زيت، وهقطع العجينه ديت في قلب الصواني، وارجع لكم نقسم نحط الحاجه اللي هنحطها عليها مع بعض. ورجعنا لكم تاني. احنا كده قطعنا العجينه. شايفين؟ ادي واحده هتبقى بسم الله ما شاء الله واحده كبيره، يعني واحده اللي هي البيتزايه الاكس لارج الكبيره. ادي واحده، وادي واحده، وادي واحده، وادي واحده. وفي الطبق تاني. شايفين؟ طبعا في ناس هتبقى مش موجوده، هتبقى بالليل، فعشان ما تبقاش بارده هنعملها لهم بالليل تبقى سخنه. تعال في الرف في التلاجة عادي خالص، وتفرديها وتفرشي عليها، تسيبها ترتاح برضو كده لما تقطعيها، وتفرديها وتشكها بالشوكة زي ما هوريكي دلوقتي، وتحطي حاجتك عليها وتدخليها الفرن عادي خالص. يعني ما بيجرالهاش حاجة، حتى لو باتت في الفريزر ما بيجرالهاش اي حاجة. تمام كده. نوريكم بقى هعمل ايه. بسم الله. تعالي هنا. طبعا العجينه بعد ما بتقطعيها تقطعات في الصينيه، احنا دهنين قاع الصينيه زيت، لازم تدهني القاع زيت كده، وتفردي بقى كده اهو. شايفه العجينه بسم الله ما شاء الله بتتفرد معايا ازاي؟ اللهم بارك. طالعه في منتهى الجمال، تتاكل حاف وتتاكل نيه بسم الله ما شاء الله. اتفضلوا بقى معانا البيتزا اللي هي يعني اقول لك ايه، احسن ما تجيبيها من بره، حاجه نضيفه عجنها بايديكي. هو كل واحد ليه رزق وكل حاجه، بس الايام اللي احنا فيها لازم كل حاجه نعملها يعني نحكم علينا شويه، عشان الحاجه بره غاليه جدا، مش كل حاجه نجيبها جاهزه. هي سهله في البيت. ان شاء الله لو حطيتي حبه جبن عليها مش هتقول لا. زي ما بتفرديها، احنا بنحب السمك بتاعها، ما بنحبوش تخين. يعني حسب بقى ايه، حسب ما انت عاوزه. يعني السمك دوت انت اللي تتحكمي فيه بمزاجك انت، بس احنا بنحبها رقيقه، مش رقيقه يعني قوي، لكن مظبوطه كده ايه. ما بيحبوهاش الولاد، ما بيحبوهاش تخينه. تمام كده. فانا هفرد لحد ما السمك بتاعي اللي انا عاوزاه اوصل له. تمام كده. كل ما بتسيبي العجينه بترتاح، كل ما بتديكي فرد اكتر. شايفين كل شويه بتتفرد ازاي؟ بصوا. حتى الدقيق ده نوع حلو، يعني بسم الله ما شاء الله. للفرد بقى كده العجين الدقيق ده حلو جدا، يبقى للفطير المشلتت وللعيش وللبيتزا وللفينو. بسم الله ما شاء الله نوع نضيف. يا ريت كل اللي يخش القناه يشترك في القناه عشان وتفعلوا الجرس كده عشان القناه تكبر بيكم. ان شاء الله اعمل لكم وصفات كتيره تعجبكم وتنور رضاكم. احنا مش هنفرد البيتزايه لوسع الصينيه. انا الصواني دي اللي بعمل فيها الفطير المشلتت، وهي اللي بعمل فيها البيتزا. تمام كده. فالصواني كبيره، يعني كبيره قوي بسم الله ما شاء الله. بس الصواني صينيه قد ايه كبيره. فانا هفرد على قد ما انا ايه السمك اللي اوصل له، وخلاص على كده. احنا جايبين شوكه، هقول لكم هعمل بيها ايه، لاني لازم الخطوه اللي انا هعملها دلوقتي دي المفروض ان انا بعمل بيتزا ما تقبش بالاكل والحاجه اللي عليها. فاحنا هنخرم البيتزايه دي دلوقتي، بحيث ان البيتزايه ما تطلعش بالاكل اللي محطوط عليها من فوق.
اتكلم بطبيعتي يا جماعة خالص، ما بصنعش اي كلام، انا بطبيعتي. فيعني ايه، بسم الله ما شاء الله. شايفين اهي، شايفين السمك بتاعها قد ايه؟ ممكن هترتاح تاني وهتكبر تاني، بس هو السمك ده حلو جدا ومظبوط وجميل. انا لو فردت فيها تاني وسبتها ترتاح وفردت فيها تاني هتوسع وهتكبر هتكفي الصينية كلها، بس احنا مش عايزين تبقى رقيقة اوي، يعني هو كده كفاية وحلو جدا. شايفين مدورة وجميلة ازاي؟ الخطوة بقى اللي انا بقولكوا عليها هي دي، نعمل كده ايه، فتحات بالشوكة. طبعا البيتزا اللي انا هعملها كلها زي بعضها، البيتزا اللي انا بوريها لكم دي انا مش هفصل الكاميرا، هوريها لكم من الالف للياء، والبيتزا كلها اللي هتتعمل كلها زي بعضها بالطريقه دي كده. بسم الله. ننزل بس بالكاتشب كده في الطبق عشان اهو، شايفين؟ ناخد كده ونوزع. يكون الفرن بتاعك شغال على 180، ما بتاخدش 7 دقايق وبتستوي وبتبقى زي الفل. صلى على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كده حطينا الكاتشب، ننزل بقى بايه، ننزل بالصوص بتاعنا نوزعه بالطريقه دي. قولوا حاجه. بسم الله. ايه رايكم؟ بالطريقه دي كده البيتزا كلها تبقى بالطريقه دي. عندك زيتون، عندك فلفل رومي اخضر او فلفل اصفر او احمر، الفلفل الالوان فلفل نوع واحد. بس انا ولادي بقى بيعملوا ايه، بييجوا ياكلوا البيتزا بينقوا الفلفل وبيشيلوه، فبطلت احط فلفل. حطي شويه زيتون كده بالطريقه دي، توزعي الزيتون كده بالطريقه دي. الزيتون بقى هي بتستوي تبقى ريحتها جميله جدا. سهله بقى يا ولاد ولا مش سهله؟ سهله. بسم الله. انا بفتح كل حاجه قدامكم اهي. احنا كده معانا جبنه مبشوره رومي، وانت بتحبي بتحطي الجبنه المبشوره الرومي، اللي انتوا عارفين الجبنه الرومي بتبقى حادقه شويه، فما تكتريش بالذات الجبنه الرومي، يعني حاولي ما تكتريش
عشان هي بتبقى حادقه شويه، يا دوبك كده بس، ما يعني ما تزوديش فيها. حطي جبنه الموزاريلا. معلش طولت عليكم في الكاميرا، بس انا بعمل كل حاجه تبقى قدام عينيكم. بسم الله. ودي اخر حاجه بنحطها، اللي هي ايه؟ اللي هي الجبنه الموزاريلا. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، الجبنه دي جميله جدا. كتري بقى في الجبنه الموزاريلا زي ما تحبي، كتري، حطي كده كتير وكتري. انتي بقى اما بتجيبها من بره، كل واحد ليه رزق والله كل حاجه، بس يعني عمري ما هنجيبها من بره بالطريقه دي ولا عليها وتكلفك كلام فاضي وحاجات بسيطه. بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ اوريها لكم اول ما تستوي، استنوا. شايفين بقى يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله، طالعه في منتهى الجمال. شايفين اللقمه من بره، الحروف بتاعتها، ومن بره عشان سخنه مولعه. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. تخرط بقى كده 4/4، تطلع كده الجبنه موزاريلا بقى، بتبقى ايه، مطه كده، بس هي سخنه لسه. بسم الله ما شاء الله. ودي اللي هي النيه اللي هدخلها برضو زيها، انا مدياكوا واحده نيه وواحده مستويه عشان تقارنوا بعد ما بتستوي بتبقى عامله ازاي. انا بسيب الطرف دوت عشان يحمر، يدي الشكل الجميل ده. شايفين الشكل الجميل ده؟ الاحراف ديت بتحمر، اللقمه بتبقى نيه فاضيه، بتبقى طعمها زي الفل، طعمها زي العسل. العجينه دي تعتمديها في الفينو، ماشي؟ بس قللي الزيت شويه. ويا ريت الفيديو يبقى عاجبكم. طبعا انا الجبنه، البيتزايه بالجبنه، كل اللي هحطه جبنه الموزاريلا وجبنه الرومي وجبنه شيدر وزيتون وكاتشب، بس كده. يا ريت الفيديو يكون عجبكم، ويا ريت ينول اعجابكم، وتحطوا لي لايكات كتير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.